سيد سليم حذيفة، يعني هناك سؤال ربما يحير الكثيرين، ربما الملايين، ربما يحير المليار مسلم الذين تحدثت عنهم حول طبيعة هؤلاء الناس. وأنا أسألك هنا كضابط في جهاز لم الأمن أكن السابق. ضابط، كنت صف ضابط صف ضابط لما تركت عام 90. نعم، وأنت أيضا من الأخوة الدروز في سوريا، ولكن يعني حجم الإجرام الذي يمارس اليوم ومورس سابقا في أيام حافظ أسد أيضا، ولكن اليوم ظهر بشكل فج وقوي حقيقة. حجم الإجرام وحجم الفظائع التي ترتكب في سوريا يثور السؤال: هؤلاء الناس الضباط، وحتى أحيانا ربما بعض العناصر تكون أكثر وحشية من الضباط أنفسهم، ما هي نوعية هؤلاء الناس؟ كيف يفكرون؟ ما هي العقيدة العسكرية التي يتربون عليها حتى يتحولوا إلى وحوش بهذا الشكل؟ أول شغلة هني بشر في النهاية، يعني شئنا أم أبينا يعني. نعم. لكن في نوعين من البشر. في بشر بصفته الفيزيولوجية شكله العام بشري، ولكن هو بيفقد إنسانيته، هذا الفرق. فهدول الناس فاقدين إنسانيتهم يعني، مما لا شك فيه. إنما العقيدة العسكرية اللي أنت عم تحكي عنها، هدول ما عندهم أصلا عقيدة عسكرية. العقيدة العسكرية ما بتدعو أو ما بتصنع من إنسان وعسكري بيتمتع بشيء اسمه الشرف العسكري مجرم وقاتل بهذا الشكل. هدول ما لهم علاقة بالأدلجية العسكرية، لكن هدول تمت أدلجتهم. ورجعنا لموضوع الجماعة الجوية ليش هن الأكثر دموية. تمت أدلجتهم هدول بطريقة معينة: أنت حامي هذا العرش وليس حامي لهذا الوطن. في فرق كبير. شوف، العسكريين اللي حتى من العلويين اللي ما قبل هاي المرحلة، يعني قبل مرحلة الثمانينات، ما قبل ال80، لأنه من 80 وفوق بعد أحداث الإخوان المسلمين تم عملية إعداد آخر لهاي الناس، بس ما قبل هيك لا يؤمن بهاي العقيدة اللي عم بيقاتل فيها هذا اليوم. وفي منهم معارضة حتى من العلوي، واللي كان عم بحكي اللي كان بالجيش. إنما هدول الناس تمت أدلجتهم. قلت لك أنت حامي هذا العرش. تم عملية حقن هاي الناس بأحقاد طائفية وتاريخية قديمة. يعني اليوم لما تسأل واحد منهم بيقول لك أنا ظلموني السني وحكموني السني وعملوا وشالوا وحطوا بهذا الكلام التاريخي وإقطاع وإقطاع وإقطاع، وأنا ما بدي يحكموني مرة تاني السني وما بدي أكون عبد للسني. طب هذا الإنسان اليوم بعد مرحلة الإقطاع تجاوزناها بسوريا من 50-60 سنة. لما تيجي اليوم ولد عمره 17 سنة عم يحكي بهذا المنطق، بيقول لك الإقطاع السني ظلمني، الكذا ظلمني. فبتقدر تعرف مستوى التجهيل اللي عم بيمارسوه لهاي الناس. فاليوم لما تجيب إنسان أنت غير متعلم، إنسان ريفي، إنسان بسيط فقير، وعم تحطه وبتعطيه عناصر القوة بإيده وعم تحقنه بأحقاد طائفية بتحاكي غريزته. الإنسان غريزة القتل موجودة في الإنسان. مش الحيوان بيقتل لأنه جوعان، بس الإنسان بيقتل من شان القتل. أما هذاك بيقتل لا يأكل. نحن بنقتل بس حبا في القتل. إذن هل نحن أكثر وحشية من الحيوان؟ طبعا هي حقيقة. إيه، شوف، واحدنا بيروح يتصيد بالصيد، هواية الصيد، بيقتل 50 عصفور وما بيأكل غير واحد منهم. طب ليش تقتل ال50؟ لأنه عندك حب القتل أنت. بينما لو إنه تايجر، وحش، أسد، نمر، اللي بدك إياه، حتى الكلب بيقتل عصفور واحد لا يأكله لأنه جوعان. لكن نحن نتمتع في القتل. فعم بحاكي غريزة حيوانية موجودة في كل البشر، هي القتل، حب القتل، وبحرضه بموضوع ديني وأحقاد تاريخية قديمة. فخلق من هاي الناس وحوش. بعدين الواحد لما يقتل المرة الأولى خلص فقد إنسانيته. يعني هلأ اللي قتل منه إنه هو بس كانت أول مرة صعبة عليه، هلأ اليوم قادر يقتل لك 1000 كل يوم ويبشع أكتر ب1000 تانيين. ما عاد يرفل له جفن، ما عاد يرفل له جفن. فهي الناس معبأة بهذا الشكل. ناس من البسطاء، المثقف العلوي معارض، إلا البعض يعني المستفيدين من النظام، هدول معروفين. لكن حتى مش بس العلوي، حتى ما نكون يعني نحن خلينا نكون منطقيين. في ناس مع النظام عم تقتل أيضا من غير العلويين، من السني ومن الدروز ومن المسيحيين، عم يرتكبوا نفس الفظائع، لأنه نفس العقلية. إنما الفرق بالإيديولوجية. هلا هذا صار يخاف على أنه هو من الأقليات،
مصيري انا حيقتلوني هذول. واذا جيت لبعض الجماعات المتطرفه ايضا عم تمارس نفس الوحشيه.